بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، نصائح غالية من النصوص الجميلة جدا والسهلة، سواء في مظاهر الجمال أو في الشرح. أول سؤال بيجي لك: من المتحدث أو المتكلم في الآيات، ومن المخاطب أو من المتحدث إليه؟ فالمتكلم هو سيدنا لقمان الرجل الصالح، سيدنا لقمان هو المتحدث والمتكلم. أما المخاطب أو المتحدث إليه هو ابن لقمان، هو ابنه. وهنا لقمان زي أي أب بيقدم نصائح لابنه، علشان النصائح دي هي اللي هتخليه ينال رضا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. طبعا الآيات من سورة لقمان، الآية من 16 لحد آخر آية 19، ولقمان بيكلم ابنه، وهنا رسم لنا يعني صورة متخيلة للقمان وهو ينصح ابنه ويوصيه. فبقول له يا بني، يا بني. بني هي تصغير ابني، بني هي تصغير ابني، يعني كان ممكن نقول له يا ابني، بس تصغير ابني بني للدلالة على تدليله لابنه وحبه له. يا بني طبعا اسلوب نداء، غرضه لفت الانتباه عشان الابن يبص له ويلتفت اليه. يا بني إنها، عندنا إن والهاء، إنها إن تكو أصلها تكن، تكو ديا مفروض أصلها تكن وحذفت النون. وطبعا هي لو مش مجزومة كانت تبقى تكون كده، يعني احنا كلنا عارفين تكون اللي هو الفعل الماضي بتاعها كان فعل ماضي، تكون أو يكون فعل مضارع، بس لما يبقى مجزوم بنشيل حرف العلة اللي في النص يبقى تكن. يبقى تكو دي المفروض تكون تكن، بس حذفت النون. وهنا طبعا تكو فعل مضارع يعني مجزوم، فعل مضارع مجزوم، لأن إن دي أداة شرطية، إن أداة الشرط اللي هي بتجزم فعل الشرط، وجواب الشرط كمان مجزوم اللي هو يأتي، لأن أنت عندك يأتي دي برضو لما بتيجي تكتبها بتكتب كده، تكتبها آخرها ياء، تكتبها آخرها إيه؟ ياء. فهنا يأتي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة في جواب الشرط بتاع إن. يا بني إنها إن تكو مثقال يعني وزن، حبة، عارفين الحبة اللي جمعها حبوب، مثقال حبة من خردل، خردل نبات الخردل معروف إن الحبة بتاعته صغيرة جدا، فسيدنا لقمان بيقول له خد بالك، عارف حبة نبات الخردل الصغنطوطة قوي دي اللي زي النقطة دي الصغننة، الحبة الصغيرة دي لو كانت حتى الحبة الصغيرة دي فتكن في صخرة، اتحشرت في صخرة يعني حجر، أو راحت في السماء وتاهت في السماوات، أو في الأرض، عارف الحبة الصغنونة دي يأتي بها الله، يستطيع الله سبحانه وتعالى لأن قدرته عظيمة أن يأتي بهذه الحبة الصغيرة جدا التي حشرت في الصخرة أو تهت في السماوات أو تهت في الأرض، يأتي بها الله. طب وإيه هو المقصود بالحبة اللي من خردل دي؟ يعني هو عاوز يقول لسيدنا سليمان إيه؟ عايز يقول، يعني هو عاوز يقول لابنه ايه المقصود بحبة من خردل؟ حبة من خردل المقصود العمل الصغير، النقطة دي حبة الخردل دي العمل الصغير. لما يكون انت بتعمل عمل صغير قوي زي النقطة كده، زي حبة الخردل، اوعى تفكر ربنا مش هيحاسبك عليه، لا ربنا هيحاسبك عليه، سواء العمل الصغير ده كان خير ربنا هيثيبك عليه، لو كان شر ربنا هيحاسبك. قلت كلمة صغيرة لحد ضايقته بيها وانت متصور ايه يعني دي كلمة ولا حتى دي نظرة، ما هو ممكن تكون كان ليها آثار سلبية جدا على الإنسان ده، ممكن كلمة تدمر إنسان وتهز شخصيته ثقته في نفسه. فلذلك ربنا هيحاسبك على كل عمل ولو صغير، سواء إيه. في آية تانية كمان في القرآن بتقول من يعمل مثقال يعني وزن، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن الله لطيف خبير. لطيف وخبير يعني تقريبا هما كده بمعنى واحد،
لطيف وخبير يعني عالم بخبايا الأمور وعالم بكل الأمور. الله سبحانه وتعالى يعرف كل شيء، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. طيب لو جينا بصينا على مظاهر الجمال، ممكن احنا نقسم مظاهر الجمال. بحب في الآيات بالذات أقسمها بالشكل دون. ايه بقى الشكل ده؟ دايما الآيات القرآنية بيكون فيها أساليب كتيرة قوي، وبتبقى هي دي مبنية عليها معظم مظاهر الجمال. عندك هتلاقي أسلوب نداء زي اللي احنا شفناه هنا، يا بني. عندك في أساليب توكيد، طبعا أساليب توكيد أكترها اللي بيبقى أولها إن. عندك أساليب الأمر. أساليب الأمر بعرفها إزاي؟ اللي هي فيها أفعال أمر، أي فعل أمر في الآية هيبقى أسلوب أمر. أساليب النهي دايما بتبدأ بلا. فإحنا هنشوف كده ونكتب كل الكلام ده مع بعض. ممكن تستخدم كمان قلم ألوان، يعني ممكن تكتب زي ما أنا عملت كده الجدول اللي أنا عملته، يا إلا أنت ممكن يكون معاك قلم ألوان كده. مثلا أنت عندك فين أساليب النداء؟ أساليب النداء اللي فيها يا. طبعا يا دي هي يه ألف، بس الألف مش مكتوبة، معمولة صغننة كده. عندك يا بني، وهنلاقي يا بني تتكرر تاني أهي. فأنا عندي إيه الجمال؟ إيه الجمال في يا بني؟ أسلوب نداء للدلالة على حبه لابنه وغرضه لفت الانتباه، لفت الانتباه. عندك هتلاقي أساليب توكيد، أساليب توكيد. فممكن برضو أسلوب التوكيد نجيب قلم تاني أدي إن. إنها أسلوب توكيد، لكن إن اللي بعدها دي مش أسلوب توكيد، إن اللي بعدها شرطية، شرطية. تمام كده. عندك بقى في تشبيه، يعني حبة من خردل، شبه العمل الصغير بالحبة من نبات الخردل. عندك السماوات والأرض، إيه العلاقة بين كلمة السماوات والأرض؟ علاقتهم إيه مع بعض السماوات والأرض؟ تضاد يوضح المعنى. عندك يأتي، ده فعل مضارع، وانت عارف الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار. إن الله. الآية الأولى كانت بتدل على قدرة الله، فلو قال لي أذكر الآيات التي تدل على قدرة الله فهناخد الآية الأولانية دي. الآيات اللي بعد كده بقى بتقول أوامر الله سبحانه وتعالى لنا. ولو جالك سؤال بماذا أمرنا الله في هذه الآيات، أو بماذا أمر لقمان ابنه في هذه الآيات، عن أي شيء نهاه في هذه الآيات، أو نفس السؤال برضو لو قالك ما الوصايا، ما الوصايا التي أوصى بها لقمان ابنه، فهتقول بقى الكلام اللي جاي ده. يا بني، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني أقم الصلاة. إيه أفعال الأمر بقى؟ أفعال الأمر لو معانا لون مختلف يا ريت عن الأصفر، بس دلوقتي الموجود الأصفر. فهناخد يا بني أقم الصلاة، يبقى أول فعل أمر عندي إن سيدنا لقمان أمر ابنه بإقامة الصلاة. وأمر بالمعروف، وأمره بإيه كمان؟ بالأمر بالمعروف، المعروف يعني الخير. وأمره بإيه كمان؟ إنها، إنها عن المنكر. خلي بالك ساعات يقولك استخرج أسلوب نهي، فأنت تفكر إن إنها أسلوب نهي، لأ، إنها فعل أمر، إنها فعل أمر. أسلوب النهي لازم يكون، بيبقى أسلوب النهي بيكون فيه لازم أمر. أقم، أؤمر، إنها، اصبر، اصبر. كل دي أفعال أمر. لما يقولي بماذا أمر لقمان ابنه أقول له بإقامة الصلاة. أمره بالأمر بالمعروف، المعروف يعني الخير. أمره بالنهي عن المنكر. اصبر على ما أصابك، بالصبر على المشكلات. وطيب وإيه تاني؟ في أمر تاني تحت أهو، أقصد، اقصد، واقصد في مشيك. اقصد في مشيك يعني اعتدل في المشي بتاعك، امشي معتدل. اقصد في مشيك. واغضض من صوتك، يعني اخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. يبقى احنا كده لما يقولي بماذا أمر لقمان ابنه في الآيات، أو ما الوصايا التي أمر لقمان ابنه في هذه الآيات، فبندور على أفعال الأمر هنا. وبعدين لو قال لي طيب وإيه هي أساليب النهي، أو عن أي شيء نهى لقمان ابنه، هندور بقى على لا الناهية. لا الناهية الفعل المضارع دايما بعدها بأوله ت. لا تصعر خدك للناس، دي أول حاجة نهى عنها. لا تمشي، لا تمشي في الأرض مرحا. لكن هنا لا يحب، لا يحب كل مختال، هنا لا نافية، لا هنا نافية وليست ناهية. نرجع للجدول بتاعنا. يبقى انت لما بتستخدم قلم ألوان زي كده، مجرد ما تبص للقطعة هتفهم، أو تعمل جدول زي اللي أنا عاملاه ده هيسهل لك. فانت عندك هنا اساليب النداء، عندك يا بني واتكررت مرتين. عندك اساليب توكيد، بتدور على اي كلمه اولها ان،
زي إنها. عندك أساليب الأمر بقى، وتقوم كاتب كل لما يدور على أسلوب الأمر، طبعا ده عشان مظاهر الجمال. يبقى أساليب الأمر دي إن أنا بستخدمها في مظاهر الجمال من ناحية إن أقول الجمال أسلوب أمر، وبستخدمها برضو في إني لما يقولي بماذا أمرنا الله وعن أي شيء نهاية. طيب أسلوب أمر عندك إيه؟ خدنا أقم، يبقى أنا هو إيه أقول أسلوب الأمر أقم. أقم الصلاة، يبقى لما يقول إيه الجمال في أقم الصلاة؟ أو لأسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. طيب وأمر بالمعروف، أمر بالمعروف، ونكمل بقى واللي بعدها إنهى عن المنكر، ونكمل بقية الجدول. طب أساليب النهي جه ورد أسلوب نهي مرتين، وهنا نقول إيه الجمال في أسلوب النهي؟ نقول أسلوب نهي غرض التحذير. عندي لا تصعر، لا تصعر خدك للناس، والتانية ولا ايه تمشي، ولا تمشي في الارض مرحا. نقول اسلوب نهي غرضه ايه؟ غرضه التحذير والنصح برضو، يعني غرض النصح والتحذير، اكتر حاجة التحذير. تمام كده. هو نبص مع بعض بقية الايات. عندك كمان في مظاهر الجمال في تضاد بين كلمة أؤمر وإنهى. أما أمر حد يعمل حاجة عكسها أنهاه وأقول له ما تعملش. المعروف معناها الخير، عكسها المنكر اللي هو الشر. ممكن نقول الجملة مع بعض، نقول أؤمر بالمعروف، بينها وبين انهى عن المنكر تضاد، أو نقول مقابلة. المقابلة هي التضاد، بس مقابلة بيكون بين جملة وجملة، يعني الجملة دي عكس الجملة دي. الجملة أؤمر بالمعروف عكس انهى عن المنكر. تمام كده. بسم الله واصبر على ما أصابك، يبقى الجمال اللي هنا أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. إن ذلك من عزم الأمور، لو قال لي إيه الجمال في إن ذلك من عزم الأمور، أولها إن، يبقى أسلوب مؤكد بإن. وفي مذاكرتي لو أنا عايزة أحطها هنا في الجدول، يبقى أقول إن الجمال هنا أهو، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور، وأجمع بقى كل أساليب التوكيد مع بعض، كل أساليب الأمر مع بعض، وهكذا. لا تصعر خدك للناس، هنا بينهى عن إنه يتكبر على الناس. طيب هي تصعر معناها إيه؟ تصعر معناها تميل. فإنسان بيميل خده للناس، يعني هو بيتقنعر عليهم. يعني أنت لما حد مثلا يعني أنا لما حد يجي يكلمني أقوم أوطي كده وأبص له وأنتبه له وأديله كل وشي، يعني كل وشي بيكون في مقابل الإنسان اللي أنا بكلمه. إنما في ناس بقى يعني اللي بتحس نفسها أفضل شوية من اللي قدامها وبتتكبر عليه، تقوم إيه رافعة راسها لفوق كده فبتصدر له خدها. فهنا لا تصعر خدك للناس، يعني المقصود لا تتكبر على الناس. المفروض حد جاي يكلمني يعني اكلمه بوشي كله وبعناية وابص له واكلمه وارد عليه، مش ارفع راسي لفوق واصدر له خدي، يبقى انا كده متكبر عليه. ولا تصعر خدك للناس اي لا تتكبر على الناس. ولا تمشي في الارض مرحا، يعني بينهى انه يمشي مغرور كده، مشية المغرور اللي هو احنا بنسميها باللغه العاميه، بيقول ايه يا ارض تهدي ما عليكي ادي، ومشي كده ايه رافع راسه لفوق. الله، امال هيمشي ازاي؟ هيمشي معتدل في مشيه. الايه اللي بعد كده قال واقصد في مشيك، يبقى انا لما امشي معتدل، ما امشيش مشيه احسس الناس ان انا مغرور ومتكبر عليهم، وفي نفس الوقت ما امشيش مشيه فيها تخاذل وضعف واعمل نفسي يعني مغلوب على امري كده. لا، امشي مشيه معتدله، وطالما ربنا مديني الصحه امشي كويس، ولا بحيث ان انا ما اديش انطباع عني مش كويس ان انا متكبر او ان انا ذليل او ان انا مكسور، يعني امشي دايما باعتدال. طيب على قد ما اقدر. طيب يبقى احنا دلوقتي وصلنا لفين؟ بسم الله الهادي. ان الله لا يحب كل مختال فخور، ربنا مش بيحب الانسان المختال الفخور. الفخور يعني الإنسان اللي بيتباهى بنفسه دايما في كل مناسبة كده، يقعد يقول أنا فلان وابن فلان وأنا وأنا وأنا. فالفخور الإنسان الذي يتباهى بنفسه، والمختال هو المغرور المتكبر. واقصد في مشيك، اعتدل في مشيك، واغضض اخفض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أنكر وأقبح، أنكر معناها أقبح، أقبح صوت هو صوت إيه؟ الحمير. فكأني سيدنا لقمان بيشبه لابنه الصوت العالي
بدون داعي كأنه صوت الحمار حتى ينفر ويبعد الابن عن الصوت العالي. يبقى الصوت العالي بيكون حسب يعني الصوت يكون حسب الاحتياج، مش انا اكون بكلم واحد صاحبي وماشي في الشارع وصوتي يبقى عالي جدا بدون سبب، لا طبعا. طيب، من الحاجات اللي بتجينا في مظاهر الجمال ويسألنا فيها، من مظاهر الجماليات اللي بنتسأل فيها يقولك ما علاقة الجملة بما قبلها؟ علاقة الجملة بما قبلها، فعلاقة الجملة بما قبلها بتكون يعني يا تعليل يا نتيجة. غالبا انت اكتر حاجة خدتهم يا تعليل يا نتيجة. طب انا هعرف منين؟ طبعا انت مش لازم تكون تحفظ، انما انت ممكن تفكر. التعليل يعني بتقول السبب. يعني لو مسكت علاقة الجملة دي نبص مع بعض. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ما علاقة إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بقوله اغضض من صوتك؟ هل هي تعليل ولا نتيجة؟ فهحط سؤال لماذا، أحط سؤال لماذا. لو طلعت الجملة دي إجابة سؤال لماذا بتاع الجملة دي يبقى نقول علاقة تعليل، لكن لو طلعت مترتبة عليها يبقى علاقة نتيجة. ازاي؟ نشوف، انت فكر كده. انا لو قلت لماذا اخفض من صوتي، هل الاجابة تقول لان انكر الاصوات صوت الحمير، ولا هل ان انكر الاصوات صوت الحميد مترتبة ونتيجة لاغضض من صوتك؟ انت تفتكر ايه؟ طبعا تعليل. تعليل. او ليه اخفض من صوتي؟ لازم اخفض من صوتي عشان انكر الاصوات صوت الحمير. طب نشوف الايه دي مثلا. يقولك ما علاقه قوله تعالى ياتي بها الله بما قبلها؟ هي اللي قبلها ايه؟ فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. هل ياتي بها الله علاقتها بما قبلها تعليل؟ يعني لو قلت ايه، لماذا الحبة اللي من الخردل اللي بيكون في السماوات في الأرض لماذا، وتقوم يأتي بها الله تعليل؟ ولا يأتي بها الله نتيجة مترتبة، إن بيقول له لو في أي حبة موجودة في صخرة أو في السماوات هتبقى إيه النتيجة؟ إن يأتي بها الله. تمام كده، يبقى يأتي بها الله النتيجة. فأنت لو مش فاكر، يعني مش لازم كل حاجة تحفظها، لازم تكون فاهم. يبقى النتيجة بتكون الجملة دي، الجملة مترتبة على اللي قبلها، لكن التعليل بتكون سبب. التعليل بيكون الجملة سبب للي قبلها. نشوف حاجات تانية من برضو اللي سألنا عليها علاقتها ايه بما قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذلك من عزم الأمور. نبدأ الأول نشوف هي تعليل ولا لا، لأن غالبا الجمل بتكون تعليل. فهنشوف واصبر، نشوف الجملة اللي قبلها واصبر على ما أصابك. لو قلت لماذا، ليه أصبر على ما أصابني؟ عشان إن ذلك من عزم الأمور، يبقى علاقتها تعليل. علاقتها إيه؟ تعليل. ليه أصبر على اللي أصابني؟ عشان ده هو عزم الأمور، هو ده الشيء الجيد. من الجماليات برضو النكرة. فالنكرة ممكن يسألك هي النكرة دي أفادت إيه؟ فيجيب لك كلمة نكرة. يعني إيه كلمة نكرة؟ كلمة نكرة هي الكلمة اللي ما فيهاش ألف ولام. كلمة ما فيهاش أي ألف ولام، يعني مثلا زي كلمة مدرسة كده، مدرسة نكرة. لو أنا عايزة أخليها معرفة أحط فيها ألف ولام وأقول المدرسة. المعارف أنواع كتير، منها المعرف بالألف واللام. في النصوص والأدب بيقول لنا مثلا إيه، كلمة يجيبها لنا نكرة ما فيهاش ألف ولام، يقول لك النكرة دي أفادت إيه؟ فالنكرة بتفيد حاجات كتير. النكرة ممكن تفيد التعظيم، ممكن تفيد التحقير، ممكن تفيد التقليل، ممكن تفيد العموم والشمول. يعني تلاحظ اتنين عكس بعض، يعني النكرة ممكن تفيد التعظيم وممكن تفيد التحقير، حاجتين عكس بعض. طب انا هعرف منين؟ طبعا انت لو هتقعد بقى ان انت تذاكر وتحفظ وبس، الحفظ ممكن يخونك، لذلك انت لازم تكون فاهم، وعن طريق الفهم الحفظ هيثبت ان شاء الله. طب يعني نعمل ايه؟ لو بيتكلم عن حاجة كويسة تقول نكرة هدفها التعظيم، غرضها التعظيم. لكن لو بيتكلم عن حاجة وحشة جدا، وحشة يعني حاجة مرفوضة، تقول نكرة غرضها التحقير. لو بيتكلم عن حاجة قليلة قول نكرة غرضها التقليل. لو لقيت الكلمة لا فيها تعظيم ولا تحقير ولا تقليل، يعني يبقى هو يقصد حاجة عامة وشاملة، وده أصلا الهدف الأساسي للنكرة. الهدف الأساسي للنكرة إنها بتقصد أي شيء، أي حاجة، العموم والشمول، يعني أي حاجة. تعالوا نشوف الكلمات اللي بنتسأل عليها، وأنا عايزاك أنت تفكر معايا. انا حطيت دايره بالاسود على كل الكلمات اللي انت هتتسأل عليها هي جت نكره ليه. فلو نمسك مثلا لطيف جت نكره، وخبير جت نكره،
ومختال نكرة وفخور نكرة، يعني ما قالش اللطيف، ما قالش الفخور، ما قالش المختال. فانت هتطبق كده. لو انت بيتكلم عن حاجة كويسة وجميلة قول غرضها التعظيم، حاجة وحشة قوي ومرفوضة غرضها التحقير. نشوف كده، لطيف وخبير، بيقول ان الله لطيف خبير. لطيف بيقول على ربنا لطيف وخبير وعالم بخبايا الامور وعالم بكل شيء. هل ده غرض بقى التعظيم ولا التحقير؟ اكيد التعظيم طبعا. يبقى لطيف نكره غرضها التعظيم، خبير نكره غرضها التعظيم. انما مختال وفخور بيقول ربنا مش بيحب المختال الفخور المغرور، ربنا مش بيحبه. يبقى دي هيكون مختال نكره للتعظيم ولا للتحقير؟ اكيد للتحقير. فخور نكره برضو لايه؟ للتحقير. يبقى مختال نكره للتحقير، فخور نكره برضو للتحقير، لطيف نكره وخبير نكره الاتنين للتعظيم. طب نمسك كلمه حبه وكلمه صخره. طبعا هنا ما فيهاش بقى لا تعظيم ولا تحقير. يا بني انها ان تكن مثقال حبه، وزن الحبه يعني مش مقصود ابدا ان هو يحقر الحبه، ولا مقصود انه يعظم الحبة. يبقى ممكن يكون ايه في الحاجات دي؟ هل عموم وشمول ولا تقليل؟ لما قال حبة يقصد التقليل يعني حاجة صغننة، ولا يقصد عموم وشمول أي حبة والسلام؟ لا، ومش أي حبة والسلام، بدليل قال حبة من خردل. يبقى حبة نكرة للتقليل، حبة حاجة صغيرة، نكرة للتقليل حاجة صغيرة. طب صخرة نكرة ليه؟ فتكن في صخرة. هل بيقول الحبة دي لو اتحشرت جوه صخرة ربنا هيقدر يجيبها؟ هل صخرة هنا نكرة للتعظيم بيعظم الصخرة؟ لا. نكرة للتحقير بيحقر الصخرة؟ لا. نكرة للتقليل يعني بيقول صخرة يعني حاجة صغيرة؟ لا. يبقى العموم والشمول يعني أي صخرة. يبقى صخرة نكرة للعموم والشمول. الوصايا دي والنصائح دي لو اي انسان اتبعها هينال رضا ربنا والناس هتحبه، وبالتالي هينجح في حياته، وبالتالي هينجح في حياته. صح وغلط. الآيات الكريمة من سورة الحجرات. هل الآيات كانت من سورة الحجرات؟ لا، الآيات من سورة ايه؟ الآيات من سورة ايه؟ سورة لقمان. سورة لقمان. علم الله لا حدود له. أيوة، علم الله لا حدود له. ده عارف الحبة، حبة الخردل لو اتحشرت في صخرة ولا تاهت في السماء والأرض ربنا يقدر يأتي بها. رفع الصوت مطلوب في جميع الأحوال، يعني في أي وقت الواحد يقعد يرفع صوته كده ويزعق كده وصوته يبقى زي صوت الحمير كده. لا طبعا إيه، غلط. طاعة الله طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. تمام، حلو أوي أوي. تنكير حبة أفاد التهويل ولا التعظيم ولا التقليل؟ لسه احنا قلنا قايلينها. يبقى حبة نكرة أفادت ايه؟ أفادت حبة، حبة من خردل يعني التقليل. برافو عليك. اللي بعدها بين كلمة السماوات والأرض تقارب توافق تضاد. سماوات فوق والأرض تحت يبقى تضاد. يا بني نداء غرضه ايه؟ يا بني نداء غرضه التنبيه. برافو عليك، التنبيه. علاقة يأتي بها الله بما قبلها تعليل ولا توضيح ولا نتيجة؟ فاكر؟ يأتي بها الله قلنا علاقتها نتيجة، علاقتها بما قبلها ايه؟ نتيجة. ويا ريت تعيد الفيديو في الحتة دي تاني عشان تقدر تعرف علاقة الجملة باللي قبلها ايه، تعليل ولا نتيجة. تنكير لطيف وخبير افاد. فاكرين؟ نسال نفسنا لطيف وخبير حاجه حلوه، بنقول ربنا لطيف وخبير حاجه حلوه ولا وحشه؟ لو حلوه بنقول غرضها ايه؟ التعظيم، بتكتب هنا التعظيم. اغضض من صوتك. اسلوب ايه ده؟ مش اغضض دي فعل امر، يبقى ده اسلوب امر، اسلوب امر. لا تصعر، مش لام دي لان هي وجاب الفعل مضارع اوله ت، يبقى ايه ده؟ اسلوب نهي. يفيد ايه اسلوب النهي؟ يفيد التحذير. مختال وفخور نكرتان لإيه؟ بتفيد إيه؟ طبعا مختال وفخور دي حاجة وحشة، بنقول إن المغرور بيتكلم عن المغرور يبقى غرضها التحقير. ونبقى نكمل إجابة الأسئلة إن شاء الله المرة الجاية عشان تعبنا. وتحياتي لكم هويدا حسان،
ويا رب يعني اللي يستفيد شيء قدر يشير الفيديو على الفيس، يعمل له مشاركة على الفيس، يبقى كتر خيره. قدر ان هو يقول لاصحابه على قناتنا، قناة تبسيط المعرفة، يبقى حلو قوي. يعني انا ان شاء الله عايزة افيدكم وعايزة اقدم لكم حاجات كويسة. واي حاجة علم عندي عايزة افيدكم بيه. وبرضو في نفس الوقت انا يعني برضو امنيتي القناة بتاعتي انها تكبر، ودي حاجة هتفرحني. فلو سمحت ساعدني، انا احاول اساعدك، انت كمان حاول تساعدني انك تشجعني، واعمل لي لايك كده عشان افرح باللايك. وقول لاصحابك على قناة تبسيط المعرفة، اكتبوا على يوتيوب قناة تبسيط المعرفة. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب ربنا يوفقكم يا رب. وسنة تانية، يعني انا بقول دايما سنة تانية في العربي اصعب شوية من تالتة اعدادي. يعني سنة تانية والنحو بتاعها مليان شوية، والقناة بتاعتي يعني فيها شرح النحو ان شاء الله، هتلاقي كل دروس النحو موجودة. واي سؤال، اي حد عنده سؤال لا يتردد في انه يكتب لي السؤال، وانا ان شاء الله بمجرد ما ربنا يكرمني واشوف السؤال بجاوبه باذن الله. وربنا يا رب معاكم ويوفقكم ويحميكم ويسعدكم يا اولاد يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.